بعد الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي الآن والذي يضمن أيضا ضمن بنوده لبنان وحزب الله بشكل أساسي، هذا يعطينا أن الأمريكي فعليا لم يستطع تحقيق الأهداف التي أعلن عنها في بداية الحرب، وهي عملية إسقاط النظام الإيراني بالدرجة الأولى والقضاء على حزب الله. وهذا كان الأهداف الأساسية التي أعلن عنها سواء في إيران أو سواء في لبنان. وهذا إن دل على شيء يدل على قدرة إيران على عملية الصمود خلال المرحلة الماضية وخلال الحرب، وأيضا القدرة على البقاء والقدرة على إسقاط هذه الأهداف الرئيسية التي جعلها الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي أهدافا رئيسية ومن ثم تنازل عنها فيما بعد. وهذا الأمر يعطينا أن هناك قوة لدى النظام في عملية البقاء، وقدرة أيضا في عملية إدارة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وأيضا صمود حزب الله ومفاجأته بشكل واضح للاحتلال الإسرائيلي الذي كان يقدر أن قدرات حزب الله العسكرية قد انتهت، وأنه يستطيع فعليا التحكم في لبنان بدرجة أكبر. الجزء المهم الذي يجب أن نركز عليه أن إيران وضعت الحزب ضمن الأولويات الأساسية في عملية المفاوضات، وهذا ما أكسب الحزب نقاط قوة بشكل أكبر وبشكل فعال جدا. فلذلك باعتقادي أن الآن معادلة الشرق الأوسط اختلفت بشكل أكبر، وربما يكون هناك في نهاية المطاف شرق أوسط يختلف عما كان يصبو إليه بنيامين نتنياهو أو الإدارات الأمريكية.